السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم قناة منوعات نوجة. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة مشبعة وسريعة واقتصادية وكمان صحية. مش هنستخدم فيها ولا لحمة ولا فراخ ولا حتى سمك. شوفوا شكلها عامل ازاي، كفتة جميلة. عملت لكم قبل كده الكفتة النباتي بالفاصوليا البيضة، كفتة نباتي. النهاردة هنعمل كفتة مشبعة وهنستخدم فيها بديل اللحمة. يلا نشوف مع بعض، هي مشبعة وكمان اقتصادية وصحية. يلا نشوف مع بعض ايه هو بديل اللحمة. شايفين شكلها؟ اللي يشوفها يقول معمولة بلحمة. بجد جميلة جميلة جميلة. والطريقة ديت هتفطري منها وتتغدي منها وتتعشي منها زي ما انت عايزة. هتعمليها وتحطيها في التلاجة وتاكليها، هي ساقعة تتاكل وسخنة تتاكل. بصراحة انا جربتها جميلة. يلا نشوف مع بعض المقادير والطريقة. هنجيب مع بعض الطريقة ديت حلوة قوي ان شاء الله تعجبكم. هنجيب 3 بصلات مقطعين و7 فصوص توم ونص كيلو فلفل اخضر. بصوا التوم زي ما هو كده فريش، بس انا مش مقطعاه زي ما هو، مقشراه بس. والفلفل نص كيلو فلفل رومي ومعاه 1 سبايسي. والبديل اللحمة البتنجان، هتجيبي كيلو يا من ده الرومي يا من الرفيع ده كيلو. جربيها ومش هتندمي، بجد روعة، احلى 100 مرة من الكفتة اللي باللحمة. تخيلي بقى، والله العظيم طعمها طلع تحفة. هتجيبي محضرة الطعام بتاعتك عشان تخلطي كل ده مع بعض. هتحطي البصل والفلفل، طبعا هتشيلي البذر بتاع الفلفل، وهتحطي بقى والبتنجان والبصل وتطحني كله مع بعضه. انا عايزاه كده خشن، ما تخليهوش ناعم، عايزاه يكون خشن كده، ماشي. هتجيبي حلة على النار وهتحطي فيها معلقتين زيت او 3 معالق. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. هتنزلي بالخليط بتاعك اللي انتي خلطتيه دلوقتي، الفلفل والبصل والثوم، وهتنزلي بيهم على النار وتسيبيهم يتشوحوا. احنا عايزينهم يتشوحوا. امشي بنفس الطريقة وصدقيني هتدعيلي لو عملتيها ودقتيها، بجد يعني طلعت روعة، احلى كفتة انا عملتها. بالذات لاصحاب الدايت اللي نفسهم يخسوا. معروف ان البتنجان مفهوش سعرات حرارية، جميل. وطبعا الفلفل فيه فيتامين د اللي يقوي المناعة. وطبعا معروف البتنجان كله حديد. هتجيبي كيلو البتنجان بتاعك وتقطعيه. انا جبت البتنجان وقطعته زي ما انتوا شايفين، عملته بقشره. انت عايزة تشيلي القشرة براحتك، بس انا بحب اعمله بقشره عشان القشرة دي مفيدة جدا برضو. وهطحنه، احطه في محضرة الطعام برضو بتاعتي، كبة مطحنة اي حاجة عندك هتطحنيه. وبرضو خليه خشن زي ما انتوا شايفين، ما تنعمهوش قوي. شايفين شكله عامل ازاي؟ شوفوا اللحمة بصراحة. طبعا هنا انا قلبت ونشفت خالص. هنزل بالبتنجان بتاعي عليها. انتوا عارفين البتنجان معروف ان اللي بيعمل دايت ممكن بياكل بتنجان بيشبعه. بتنجان بيشبع بس ما يكونش مقلي، معروف. فانتي دلوقتي هتلاقيها لان اكتريته ميه، البتنجان معروف فيه ميه كتير، نسبة ميه كتير. فانا حطيته دلوقتي على الفلفل وهستنى لما يشرب الميه اللي فيه تتشرب خالص. انا مش عايزة فيه ميه. هقلبه، ما تحطيش عليه ميه، هو بيبقى فيه نسبة ميه هتنزل منه دلوقتي. فهسيبه لحد لما ينشف، بس ايدك فيه واوعي تشيط منك.
هنا انا شايفين الخضار، بصوا اخضر ازاي، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. ده انا جايباه من الفريزر يا بنات، انا عاملاه وهنزل لكم برضو اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. بصوا جايباه من الفريزر، هطحنه، هفرمه في المطحنة بتاعتي زي ما هو كده. انا مطلعاه من الفريزر طبعا، غسلاه وكل حاجة، بس ما كنتش مقطعه، فهحطه في الكبة بتاعتي وهطحنه. ادي طحنته زي ما انتوا شايفين. مش هحطه على الكفتة بتاعتي الا لما اشيلها من على النار وتبرد. كده الكفتة بتاعتي خلصت، الخلطة بتاعتي كده خلصت. هستنى تبرد شوية. لما اديها حطيتها على الرخامة، شلتها من على البوتاجاز خالص. هنزل بقى بالخضار بتاعي، هي دافية. هنزل بالخضار بتاعي وهقلب، هقلب كويس، وانزل بالبهارات بتاعتي، معلقة من كل نوع، ملح وكزبرة وكاري وبابريكا وكمون والسبع بهارات، وهقلب كويس. دي السبع بهارات يا بنات اللي انا حطيتها دلوقتي. هقلب بقى كويس. هكتب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف عشان ما تنسوش حاجة. ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة توم باودر، ومعلقة بصل باودر، حطاهم على بعض. وهقلب بقى كويس. وبعد ما اقلب كويس هسيبها في التلاجة لحد لما تبرد عشان تتماسك، كل الخليط بتاعي ده يتماسك. هسيبها مش كتير، يعني نص ساعة. سيبها تبرد خالص واحطها في التلاجة عشان تتماسك. ووقت ما اجي اعملها ممكن اسيبها اكتر، ممكن اسيبها 4 ساعات. يعني انا عملتها دلوقتي هتبقى فاضل بقى اجهزها. يعني انا وقت ما خلصتها سبتها في التلاجة نص ساعة، بعدين طلعتها عشان انا كنت عاملاها عشان اتغدى بيها على طول. فطلعت دلوقتي البيض، 4 بيضات على كيلو البتنجان، وحطيتهم عليه واقلب. انتي بقى لو انتي نباتية ما بتاكليش بيض، ممكن تحطي بدل البيض ده بذور الكتان مطحونة وتحطيها عليه، عشان لازم تعمل تماسك. لازم الكفتة بتاعتي تتماسك. فبذور الكتان بتعمل تماسك برضو زي البيض. وهجيب كوباية دقيق شوفان. دقيق الشوفان يا بنات لازم تسخنيه شوية في الفرن، تحطي الكوباية دي تسخن في الفرن كده او على البوتاجاز، عشان لما بتسخن ما تخليش الكورة ليكي الكفتة من جوه تبقى عجين. فلازم تسخنيه، تدفيه كده. تمام. انا دفيته وسبته يبرد، وبعدين حطيته على الكفتة بتاعتي وقلبت كويس جدا. وهبدأ بقى اجيب الصاج بتاع الفرن وهدهنه زيت. كده الكفتة بتاعتي خلصت، شوفوا شكلها عامل ازاي. هجيب بقى الصاج بتاعي وادهنه زيت، وابدأ ادهن ايدي زيت علشان اقدر امسكها كويس وما تتعجنش فيا وما تمسكش في ايدي. بصوا سهلة جدا جدا جدا، وطعمها في منتهى الروعة والجمال، ومفيدة ومغذية وحلوة جدا لأصحاب الدايت، وصحية وما شاء الله، يعني ما شاء الله. انا جربتها وعن تجربة وبعملها على طول، بجد روعة. في الفطار يا بنات حلوة، وفي الغدا وفي العشاء، وتاكلي منها اي كمية. السعرات الحرارية بتاعتها مفيش خالص، يعني حاجة كده فوق الوصف بالجمال. كان في ناس سألوني انا عندي بتنجان ومش عارفة اعمل بيه ايه،
فديت نصيحة مني ان البتنجان رائع ومليان فيتامينات، ولما تعمليه بالطريقة دي هتحبيه. والتلاتة كيلو ب10 جنيه، البتنجان رخيص يعني اقتصادية وكمان صحية. ان شاء الله بإذن الله تعجبكم. ما تنسوناش بقى اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وان عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ان شاء الله يعجبكم بإذن الله. بصوا بتعمل بسرعة، جميلة بجد، جميلة تستاهل انك تعمليها، مش تاخد منك 10 دقايق. عمايلها سهلة جدا، كل حاجة بتتعمل في المطحنة، يعني انتي بتعمليش حاجة غير ان انتي بس بتفكيها، بس بتشربيها على النار وبس. بعد كده بتكوريها بايدك كده، كور صغيرة كده. الكورة دي حجم الليمونة 1.5 يا بنات، ماشي. وهنا استوت زي ما انتوا شايفين، هي سخنة. بصوا الشكل، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، بجد جميلة. يلا بقى نشوفكم على خير في فيديو جديد. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة. بصوا جمالها، بجد جميلة وعن تجربة. واللي يجربها يبقى يقولي في الكومنتات، بالله عليكم يقولي ان كان عجبته ولا لا، بس هي تعجبه ان شاء الله تعجبكم. وانتوا عارفين وصفاتي كلها صحية وما فيهاش اي سعرات حرارية. بصوا شكلها. مع السلامة.